مرحبا عبد الرحمن، لو تفصل لنا لو تكرمت المنافسات لهذا الأسبوع، الجوائز المالية المنتظرة كذلك؟ المنافسات هذا الاسبوع سحر بتضم 4 العاب. اجمالي الجوائز الماليه ليها بيكون حوالي 5 مليون الا ربع. طبعا في بطوله دوتا 2 هتبقى ممتده للاسبوع القادم، هتبدا الاسبوع ده ومنافساتها مستمره للاسبوع القادم ان شاء الله في النهائيات بتاعتها. البطوله دي لوحدها اجمالي الجوائز الماليه الخاصه بها بيوصل لحوالي 3 مليون دولار. من مستهدفات السعودية أن تتحول الرياض لعاصمة للألعاب الإلكترونية في العالم. إلى أي مدى ترى أن الرياض وصلت أو قريبة من الوصول إلى هذا الهدف أن تكون عاصمة للألعاب الإلكترونية؟ عبد الله، زي ما انت عارف من ضمن مستهدفات رؤية 2030 موضوع التطور والتنمية الكبرى في قصة الألعاب الرياضات الإلكترونية، والسعودية بتستهدف عند الوصول ل 2030 إلى تحقيق إجمالي دخل من هذه الرياضة يصل إلى حوالي 39 ألف وظيفة و13 مليار دولار. والامور ماشيه بالنسبه للوظائف، يعني اعتقد انه العدد تقريبا عدى 39,000 حاليا، لانه هناك اهتمام كبير وانديه سعوديه كبيره جدا في هذه الالعاب. انديه من انديه الشهير نادي القادسيه مثلا على سبيل المثال، عنده احد الانديه بطل العالم في النسخه الماضيه هو نادي فالكونز السعودي اللي فاز بجائزه ال7 مليون دولار، بخلاف الجوائز الاخرى اللي حققها من المنافسات برضو. علشان سريعا كده الناس تبقى فاهمه بتبقى ماشيه ازاي بالنسبه لبطوله الانديه، هي تجميع لعدد النقاط من البطولات اللي بتحصل عليها الانديه اللي بتنافس في البطولات العاديه. في عندنا 45 مليون دولار بيتم توزيعها على المنافسات في 25 بطوله، كل بطوله منها الفائز فيها بيحصل على 1000 نقطه. عدد النقاط بيتجمع، وبالتالي اكتر نادي جمع نقاط في البطولات بيحصل على الجائزه الاعلى اللي هي 7 مليون دولار من أصل حوالي 27 مليون دولار هي مخصصة لبطولات الأندية. في 5 مليون دولار مخصصة للجوائز الخاصة بالتأهيل، وعندنا 450 ألف دولار عبارة عن جائزة أفضل لاعب في كل بطولة.